دكتورة انتصار سليم القلي من ليبيا، رئيسة التنسيقية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي. اليوم تواجدنا في هذه الندوة، وتعتبر هذه الندوة الثانية على غرار الندوة الأولى في السنة الماضية. الحقيقة يعني اليوم كانت المحورية كلها تدور حول دور الشعوب العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي. أيضا لاحظنا في هذه الندوة اختلاف كلي، تزايد عدد المشاركين وبتزايد ظهور القضية الصحراوية عند الشعوب الأخرى، أيضا رغم التعتيم الإعلامي ورغم عدم إبراز هذه القضية لبعض الدول. أيضا يعني كانت من ضمن الورقة التي تم طرحها اليوم من خلالي، وهي دعم التضامن مع الشعب الصحراوي والمطالبة بتفعيل دور الشعوب العربية في هذه القضية. أيضا هناك بعض التحديات التي واجهناها يعني تمت طرحها في هذه الندوة، وهي التحديات التي تواجه الشعوب العربية أو المناضلين للتضامن مع الشعب الصحراوي. أيضا اليوم تم طرح ملف خاص، وهو بسحب الملفات، يعني مساعدة الطلبة الصحراويين الذين كانوا يدرسون بليبيا ومنحهم الشهادات. أيضا تم يعني إنشاء مطالبة بإنشاء جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي في ليبيا، من ضمن تكون تحت إشراف التنسيقية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي. اليوم الحقيقة يعني هناك كان تلاؤم، وهناك كان توحد، وهناك كان أيضا ائتلاف بين الشعوب العربية لإبراز أهم دور، وهو قضية الشعب الصحراوي والتضامن مع الشعب الصحراوي، حتى وصولا إلى حق المصير والاحتفال بإذن الله على أرض الصحراء الغربية، وتكون هناك عرس عربي فعلا مع هذه الشعوب. شكرا.